يسعد مساكم. الحين رجعت لكم اليوم بالطبخة حق غدانا. غدانا اليوم بيكون ريزوتو بالفطر. أنا سويته قبل كده وقلت لكم إن شاء الله ما ننزل لكم الطريقة، واكتشفت إني أنا مو حافظة الطريقة، ما حفظتها، صورتها ونزلتها على طول. لكن اليوم إن شاء الله بسويه معاكم خطوة بخطوة. الحقيقة أنا ما كنت أبغى هذا الفطر، هذا فطر تشيتاكي، ما عمري جربته بالريزوتو ولا عمري جربته أصلا في الطبخ الصراحة. أنا كنت أبغى الفطر البني الكبير العادي زي الأبيض اللي نستخدمه في السلطات، البني اللي أستخدمه في الشوربة، بس هذا اللي أرسلوا لي إياه السوبر ماركت. بس بسوي فيه الطريقة واحدة، ما يفرق المكون. وطبعا احنا ما راح نستخدم الرز اللي هو حق الايطالي اللي هو حق الريزوتو، نستخدم رز سان وايت او رز مصري او رز استرالي اللي هو الحبة القصيرة، ما يفرق ابدا الشركة. مكونات الطبق طبعا جدا بسيطة، زي ما قلت لكم مكونات الطبق جدا بسيطة. رز، البهارات عبارة عن ملح وفلفل، وممكن استخدم مرق دجاج او مرق خضار او مرق لحم او بدون اي شيء، ما يفرق كمان. بس احنا محتاجين موية كثيرة للرز، زي طريقة السليق يحتاج الى موية كثيرة. والفطر طبعا، والثوم هو من المكونات الاساسية، وزيت الزيتون والزبدة. بس الان طبعا في البداية كطبخ نستخدم زيت الزيتون. وعندنا جيمر، انا استخدم الجيمر زي ما انتم عارفين، دائما ما استخدم الكريمة. فاللي بيستخدم كريمة دائما يخفف كمية الموية أو السوائل، لأني أنا أقلل سوائل، لأني أكثر السوائل، لأني ما أستخدم كريمة، أستخدم الجيمر. هذه هي المكونات الأساسية. أقطع الفطر وأرجع لكم إن شاء الله علشان نبدأ مع بعض. يلا الحين رجعنا علشان نطبق مع بعض طبختنا الحلوة اليوم. طبعا أنا حضرت الزبدة كمان، مع أني ما أحتاجها الحين، بس طلعتها من بدري. استخدموا الكوب المعياري علشان تضبط معاكم المقادير، مع ان انا بالنسبة لي الاشياء هذه تنفع بالنظر، بس انا بحط لكم المقدار بالكوب علشان تعرفوها. جهزت اول شيء طبعا، والسر في الطبخة هذه هو قدر الضغط الكهربائي. يا جماعة ما تتخيلوا قد ايش الطبخة هذه بقدر الضغط ما تاخذ وقت. عموما لان اصلا كمان الرز اللي احنا مستخدمينه اللي هو المصري، سواء المصري او الاسترالي، ما ياخذ وقت زي الرز الايطالي حق الريزوتو فعليا، لكن يعطي نفس النتيجة بالضبط صراحة. جربوه ما انتم ندمانين ابدا ابدا ابدا. طبعا انا استخدم قدر الضغط علشان يعني ابغاه يكون لين، ابغى ما يحتاج تحريك كثير، ما يحتاج اضافة سوائل كثير، يعني عشان طبعا انتم عارفين اني انا اكشن واسوي كل شيء في قدر الضغط لما اكون ابغى استخدمه. لذلك زيت زيتون، حطيت عليه الثوم. بقول لكم الخطوات علشان ما راح اصور كل خطوه بخطوه. وبعدها بضيف عليهم الفطر واحركهم شوي، بعدين بضيف الرز والتوابل واحركهم الين اشوف كل شيء يتجانس مع بعض. بضيف عليهم السائل، لما اضيف السائل برجع لكم ان شاء الله. شوفوا الحين اضفت السوائل وخلاص. على فكره كميه السائل زي ما قلت لكم تعتمد على كميه الكريمه، اذا انتم بتستخدموا كريمه او جيمر زيي. انا طبعا بحط لكم المقدار اللي انا استخدمته، وانتم تقدروا عاد. استخدمتوا جيمر، استخدمتوا شو اسمها هذه، قشطه، قصدي كريمه، تقدروا هذا الكميه. انا ان شاء الله باخر الفيديوهات بحط لكم المقادير اللي انا استخدمتها بالضبط. الحين خلاص اقدر طبعا اذوق الملح الحين قبل لا اقفل عليه، ولازم يكون ملوحته شوي باينه لان الكريمه بتخفف من الملوحه. فطبعا الملح كمان حسب الرغبه. بقفل عليه الحين وارجع لكم بعد 12 دقيقه بالضبط. شايفين هذا المنظر؟ الحين انا فتحت القدر عن الرز، انا الريزوتو لين ومستوي على فكره، بس اني طبعا الحين ما يعتبر لسه ريزوتو. بضيف عليه الآن ملعقة الزبدة، وبضيف عليه الكريمة المقدار حقي أو الجيمر أنا آسفة، وخليه على وضع التسخين. وطبعا ممكن يشرب السوائل زيادة زيه زي السليق، ونضطر نرجع نضيف له سوائل مرة ثانية. زي ما قلت لكم أنا بحط لكم المقدار حقي، وكلها هذه الأشياء بالتقدير. الأشياء اللي زي السليق والريزوتو، الأشياء هذه اللي يبغى لها إضافة سوائل كثيرة، وحتى الجريش مهما كان المقدار مضبوط لازم نظرة العين هي اللي تحكم في الموضوع. أنا بضيف الجيمر وبضيف الزبدة وارجع لكم إن شاء الله. شوفوا كيف قوامه، هذا هو القوام المطلوب. طبعا ممكن إحنا بعد ما نخليها الحين على وضع التسخين عشان يشرب الكريمة والزبدة، نرجع نلقاه شرب من السوائل، نرجع نضيف له شوية موية عادي جدا أو حليب اللي تبغوه. في إضافة نسيت أحطها مع المكونات وهي جدا مهمة،
جبنة البارميزان المبشورة. طبعا مو الحين أنا بضيفها قبل التقديم. بفتح القدر وعشان قبل ما أقدم الأكل، وأحط الجبنة وأحركها لمدة يعني أتركها لمدة دقيقتين 3 بالكثير كمان على وضع التسخين. طبعا أنا بقدر الضغط، بقدر الكهرباء أقصد. وأخليها قبل التقديم علشان بس تموع وتاخذ النكهة معاهم. ما تحطوها من الحين، ما يحتاج، بعدين نحطها إن شاء الله. شوفوا الحين أنا فتحت القدر. طبعا شرب السوائل، بس أنا ما أحتاج أضيف له، ما أبغى أضيف له زيادة. بضيف الحين بس جبنة البارميزان وأحركه، وأبدأ أغرف معاكم إن شاء الله الطبق حقنا اليوم. وهذا طبقنا ريزوتو مع السلمون بعد ما غرفته. صراحة شيء فاخر من الآخر، لا يفوتكم، لازم تجربوه. حطيت على الوجه كمان زيادة بارميزان غير اللي حطيتها من داخل، وزينته بشوية بقدونس. طبعا هذه كلها أشياء اختيارية. اليوم سويت هذا الطبق على الغداء، ريزوتو بالفطر والكريمة. طلع خيال يجنن. طبعا أنا سويته قبل، بس للأسف نسيت أنزل الطريقة معاكم. سويت معاه اليوم كمان سلمون بالفرن. سويته تتبيلة كده خفيفة بسيطة جدا جدا جدا. السلمون ما يتحمل تتبيلات كثيرة. اتغدى وبعدين أنزل لكم إن شاء الله الطريقة والمقادير. يجنن، لا يفوتكم.